الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذه الوقفة العاجلة الحقيقة مع قضية مهمة تمس صلاتنا، وهي الوضوء. ولا صلاة إلا بطهور، والطهور شطر الإيمان. والذي نحتاج إلى التنبيه عليه هنا أن كثيرا من الإخوة والأخوات عند وضوئهم يقعون في مخالفات. من أبرز هذه المخالفات أنهم لا يتمضمضون حقا ولا يستنشقون، فتجد أن البعض مثلا يغسل فمه من الخارج أو أنفه كذلك، بينما المضمضة إدخال الماء وتحريكه في الفم، والكمال منها أن يحركه في سائر فمه ما لم يكن صائما. وهكذا إذا كان كذلك مستنشقا يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ويبالغ في ذلك حتى ينظف الأنف، إلا إذا كان صائما كما في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المخالفات أيضا أن بعضهم لا يعم الوجه بالغسل، والوجه يبدأ من منحنى الجبهة إلى نهاية اللحية لمن كانت له لحية، وهكذا ما تحصل به المواجهة إلى ما يقارب الأذنين هنا من الجانب. هذا كله وجه يجب غسله، والبعض للأسف يغسل ما التقى مع يديه من غير النظر إلى هذا الحد الذي يجب عليه. هكذا عند غسل اليد، البعض ربما لا يغسل الكف وإنما يغسل الذراع ويمر الماء يسيرا على كفيه، بينما من أطراف أصابعه إلى المرفق، والمرفق داخل أيضا في ذلك، كله مما يجب أيضا غسله. كذلك مسح الرأس كاملا، والسنة أن يرجع مرة أخرى فيكون عندئذ أقبل وأدبر بيديه مع مسحه لأذنيه بالماء نفسه، ولا يأخذ ماء جديدا عند المسح.